حضرتك ولا حضرتك؟ لا ما تقدمهاش. طيب اتفضل حضرتك. يعني اولا انا بشكركم بتقولي فرح ابن الفنان خالد زكي. هي مش مشكله قله الادب اللي عملها مين، هيتربى هو وابوه. لا هو ابوه واخوه، واللي ما يعرفوش ان اخوه باعت سيديهات المدربين بمجرد ما هو مشي. هو بيقول انه زعلان انه قيل على الهوا. لان الفضيحه كانت على الهوا. هو حازم. لا خلي حازم في جنب. الكلمه حازم بس الفضيحه كانت على الهوا. المسخره بتاع الماتش كانت على الهوا. مش مشكله تغلب، الهزيمه دي مش هي المشكله. المشكله انك انت الواحد بيهرج، مش عارف قيمه النادي اللي هو مسؤول عنه. فالوضع الطبيعي انه مجلس اداره اجتمع مع طارق وخد قرار، وبقول لك انه ما حدش قال له لا. انا بلغت اسماعيل يوسف انه بلغه انه تم اقالته هو وحازم، لان انا مسؤول عن نادي كبير، مسؤول عن 40 مليون. وهو لو فاكر ان الكلام العبيط اللي قاله ده يهزني، اولا هو كان سكران وانا هحلله، واقسم بالله يا امينو انا اخلي اصغر عيل عندي في الرمل هيضربك بالخرزان على مؤخرتك عشان يفوقك. انت يا ولد بتتكلم عن سيدك مرتضى؟ انت يا عميل قطر يا خدام موزه بتتكلم عننا؟ اولا بيقول لك دجل، احنا خدنا الدوري بالدجل. طب والكاس اللي انت خدته كان بالدجل؟ بيقول لك واحد شيخ كان بيركب معاهم الدجال 7000 جنيه. 7000 جنيه في عينك يا سافل يا قليل الادب. طب انا بتحداك لو اللي انت قلته ده صحيح هستقيل، بتحداك. بقول لحضرتك ان هو معاه الصور، يعني نطلع بقى الصور. بس لو طلع كذب مش هضربك الا بالجزمه بقى على دماغك ودماغ ابوك. انت ايه الادب؟ وانا دلوقتي املك ما خلاكش تنزل بيتك لمده سنه انت وابوك. يعني انت وابوك، انت ناس تاريخ، انت ريت من نادي الزمالك وانت لسه عيل مشكل. فاكر؟ الناس حلت هربان. انا اللي رجعتك الحقيقه. اولا احمد مرتضى اللي مش عاجبك ده، اللي لو مش عايز اقول لك يعني جزمته بدماغك على الاقل ما بيسكرش. مالكش دعوه باحمد وامير، احسن دول مش شدان قوي. انت بتقول لي حكومه شجاعه ايه؟ ده هو كان سكران واللي قاله ده كله كذب. في معلومات عن حضرتك ان هو سكران طبعا، واحد سكران. انا هخليك تنسى اسمك. انت لو انت بتحب نادي الزمالك بالعكس، انا لما اتكلمت عنهم بمنتهى الادب والاحترام وقلت ادوا واجبهم ودورهم وما فيش. انت بتقول على مرتضى بيه كلب يا جزمه قديمه مرتضى منصور؟ ده انا جزمتي بدماغي انت وابوك، وانا مش هربيك لوحدي، هربي ابوك لان ابوك ما عرفش يربيك. ابوك اللي باعك وانت صغير وداك اوروبا، وانت عارف اللي بيروح اوروبا في السن الصغير ده بيحصل له ايه؟ هكشف عليك واديك الطب الشرعي. انت شايف شكلك عامل ازاي؟ هتروح الطب الشرعي وحط امك وكل كلمه قلتها غلطت فيها هتدفع ثمنها غالي. انت دلوقتي بتقول دجل كذاب، وزي ما قلت طب بالدجل. طب والكاس؟ طيب بطوله افريقيا بتاعت كره اليد في تونس كان بالدجل؟ كانوا ب 7000 جنيه هناك يهبل. طيب بطوله كره اليد، بطوله الكره الطايره بتاع الدوري، طب الكاس الثاني، الكاس الاولاني اللي انت خدته كل ده كان دجل. انت اسأت النادي كبير محترم اسمه الزمالك، جزمه اصغر مشجع فيه بدماغك انت واللي رباك. ده لو كنت اتربيت. ده رد سريع كده. وبعدين بتقول انا كنت بتدخل. طب لو انا بتدخل وانتوا كل ما تمشوا تقول بتدخل، هو الراجل فيكم وهو بيدرب ليه ما يقولش انا بتدخل؟ انا اللي مشيت ابراهيم صلاح وقلت مش قادر يقف؟ انا اللي قلت مكي مش طايقه؟ انا اللي قلت باسم خلص اللي عنده؟ انت بتدمر فريق. احنا لسه بنرمم من امبارح اللي انت عملته، الخرا اللي انت عملته والاباب اللي انت عملته. انا مش فاهم انا، هو انت عشان طردت وبعدين انت بتعمل الماتش اللي انت كسبته تقول مرتضى منصور ايه الادب؟ ده انا سيدك وسيد ابوك. ده حسام وصفي ده ما يقدرش يقف قدامي. انما الغلطه غلطتي ان دخلت واحد زيك راح اوروبا وصغير. عملوا معاك ايه يا ولد في اوروبا انت وصغير يا ولد؟ عارف عملوا فيك ايه؟ والمدربين الحلوين كانوا ايه؟ انسان سافل مش متربي. بس مش هذه القضيه. القضيه والكلام ده ينزل قناه الحياه. انا هوريك دلوقتي تليفوناتي، هبعت لك اللي انا قلت له ارد على ايه اللي ده كذاب رفض. كلمته مين ورفض، كلمت سيف زاهر رفض. انا ما عنديش مشكله. الكرافته الكحلي اللي كان لابسها النهارده سيف فلوسها من الشركه الراعيه اللي انا متعاقد معاها، ما عادش عندي برزنتيشن. وانا كلمت حسام الامير دلوقتي، القصه انتهت.
لا انت فيه هتذيع للزمالك ولا الحياه هتذيع للزمالك. والاخ مدحت شلبي وفاروق جعفر اللي بقالهم 4 ايام بيتريقوا محمد ناصر على نادي الزمالك، لازم شعرك الاسود ده بسبب مدحت يرجع ابيض تاني. انت مش مكسوف لما تقول ايهاب طلعت؟ اقول للناس ايهاب طلعت ده يقرب لك ايه؟ اقول فدي قله ادب وسفاله، والحمله دي مش هتاثر على نادي الزمالك. في قرار عن حضرتك؟ لا هو القرار هو خلاص ياخد. انا حلفت لازم اصغر ولد عندي في المجامر يضربه على المؤخره بالخرزانه عشان يعرف مين مرتضى بيه منصور. مش اسمي مرتضى منصور يا قليل ادب يا سافل. ها يعني في فيديو تنزلتوه عامل مطبق حاضر فيه 100,000 دول يحتلوا بلدك كلها. لكن يبدو ان انا لما طلعت اتكلمت عنك بادب واحترام وكنت مؤدب وقلت ولاد النادي. حازم امام اللي سمح له المداخله، انا نصحتك ما تبقاش رئيس جهاز ونصحتك ما تبقاش مدير كوره، قلت لك اشتغل مساعد مدرب اتعلم. وقلت لك مثلا انا كنت معاون نيابه ومساعد نيابه وكيل نيابه رئيس نيابه رئيس محكمه تدرجت، محامي استئناف محامي نقض تدرج. انت اللي صممت انت وصاحبك ابو بتاع من ورا دي، بس احنا كلنا خلاص عرفنا بقت من ورا كده ليه. ها بس بقى انبه عليك يا استاذ، مين اللي سماك ميدو؟ مين اللي فاني خرابه سموك ميدو هنا؟ خرابه بلجيكا؟ لا مش خرابه هولندا، خرابه فرنسا ما فيها خرابات. قالوا ده العقب ميدو. بس يا ابني لما ابراهيم حسن جه غلط فيك، انا تاني يوم شلت ابراهيم حسن قلت لا اسمح، بس انت بترد الجنيه ورغم فشلت انت قبل كده وخسرتنا الدوري رجعتك تاني وبديك اخر فرصه. انا عايز اشوفك هتدرب فين. انت بقى بتتكلم عن احمد وامين دول اسيادك يشتروك والله يشتروك وهم قاعدين في مصر، لا سافروا خرابات ولا حد خدهم في خرابات ورجاله. احمد ده الاصغر منك عضو مجلس الشعب عضو برلمان نائب محترم كلمته بيتهز مصر. انت مين؟ سكران 24 ساعه؟ طب تحب تتضرب فين يا مينو؟ في بيتك ولا في بيت ابوك؟ بس انا راجل قانون مش هضربك ولا اخلي حد يضربك. هسيبك كده تموت من رعب. انتظرني في احلامك وكوابيسك، في اي لحظه هتلاقيني داخل لك حتى وانت بتحلم عشان تقيل الادب. ابوك وصفي ده ما ربكش، عارف ما ربكش ليه؟ لان هو نفسه ما ترباش. فاكر لما كان 2006 بتقول انا عايز العب في الزمالك ايام اللي كان المنتخب هنا، ها؟ وابوك عرف قال لك اوعى الزمالك ايه؟ احنا بتوع الزمالك لما طردوك من اوروبا جيت تلعب في الزمالك، الزمالك شالك. شايف وزنك قد ايه؟ انت عارف زكريا عارف ابراهيم ناصر؟ بقيت يا حبيبتي زي ابراهيم ناصر بتختخى كده وما شاء الله من ورا. خلاص؟ بالنسبه كان في استاذ احمد قال ان هو كان السبب في هو اللي جابه اول مره لما كان مع الدكتور كمال درويش. يعني اكيد هو اللي جابه طبعا، هو اللي جابه. بالك بص يا ابني كوابيسك اطلع لك فيها. لسه النهارده كنت لسه بكلم احمد جلال طلبه، بس مش احمد جلال كلم حازم انه يجي مدير نشاط رياضي. لان انا دايما عايز اكبر ولادنا. اما انت ميدو لو انت راجل وابوك حسام وصفي راجل قرب من نادي الزمالك 20 كيلو. على كده حضرتك اصدرت قرار بمنع دخول انا ده جمهور هو اللي مستنيه، لانه ما هانش الزمالك، ما هنيش انا هان جمهور الزمالك. لما يكذب يقول لك دجل ب 7000 جنيه، يا راجل لو في دجال بياخد 7000 جنيه في الشهر اهبل. ها يا راجل اقول للناس انك انت كنت شارط تاخد 140,000 جنيه لما قلت لك 120,000 قلت لي همشي. عمال يعمل لي فيلم. اما سيف زاهر ومهيب انتوا مش انتوا اخترتوا قله الادب ورفضتوا ان انا ارد؟ يا راجل ده انا عملت مداخله، خليت اعمل مداخله عشان اعمل مداخله مصر ده اول قلت انا مرتضى منصور كان قفل السكه لانه جبان. لانك جبان يا سيف انت مهيب، وحسابي مش معاك وحساب مع سيد بدوي. ما بعملش حساب مع حد صغيره. اما برزنتيشن النهارده خلاص ما عادش الشركه راعيه ولا هتبث ايه؟ بتتعاقد مع قناتين، واحد عمال يتريق على الزمالك اسمه مدحت شلبي وفاروق جعفر ومحمد ناصر بقاله 3 ايام، واحد النهارده بيهين النادي ورئيسه. اشرب يا محمد يا كامل وهتقول لي عليك شيكات هيحبسوك ما يحبسوك انا مالي. اللي يتعاقد مع نادي الزمالك اسمها رعايه نادي الزمالك مش قله ادب على نادي الزمالك. واي مواطن في الدنيا لما حد يقل ادب عليه يطلب هوريك انا الرساله بعتها مداخله غصب عن اهلك لازم يرد، غصب عن اهلك واهل محمد الامين هيرد. ها مش ده محمد الامين برضه بتاع الاخلاقيات؟ مش ده محمد الامين قال على السيدات السعيد المحترمات الفاضلات انهم فاجرات؟ مش ده محمد الامين بتاع الكنيف؟ ها
ده يعرف، انا عايز اعرف محمد امين ده يعرف الكلام منين؟ مش ده بتاع البكابورتات؟ انا بشكركم طول الفرح ونكمل، ودليل انه ده عيل عبيط وتافه. جيت بحضر فرح سؤال بقى بسيط كده نقطه بمناسبه ان الرئيس هيبقى في البرلمان، حضرتك ناوي هقول له كلمتين حلوين. لا مش هقول لك ولا حاجه، مفيش حاجه صغيره. لا هو ليه عتاب على السيد الرئيس. ليه عتاب على السيد الرئيس ان اولاده الحلوين الطيبين بتوع الالتراس بعد ما عمل المبادره راحوا كلهم في الفسطاط 5000 تحت حراسه الشرطه المحترمه، ودخلوا مسرح بالليل في الشرطه، ودخلوا مسرح، ودخلوا اضاءه، ودخلوا ميكروفونات سودات عشان يقولوا عايزين نقتل مرتضى منصور. سياده الرئيس والولاده كده.